اليوم بدي احضر معكم الكبة المقلية. هون عندي انا استخدمت كيلو من البرغل الناعم، رح انقعه واغسله شوي وانقعه تقريبا، يعني خلي عليه شوي مي من مية عندي هون من مية الحنفية. تكون المي انه ما ساخنة ولا انا باردة عادية. اغسله كذا دور بالمي، كب عليه ميته انقعه شوي على جنب لينتقع تماما. هون رح كب عنه المي. هون عندي بعد ما غسلته كذا مرة حطيت عليه هيك، تركته مثل ما شايفين شوي مي حتى ما يبجبج معي. بعد ما اخليه تقريبا هيك شي ساعة رح نكمل بقية المكونات. هون عندي البرغل بعد ما انتقع واخد كفايته. انا ضفت عليه نص كيلو لان بدي اعمل كمية، حسيت الكيلو قليل. عندي للكيلو ونص برغل هون بصلتين مقطعين شرايح، معلقتين ملح، معلقتين فلفلة، ونص كيلو بطاطا انا سالقته وفارمته هيك بهالشكل. وهلا بننتقل لمرحلة الفرم. بحرك البطاطا كتير منيح مع البرغل وبنتقل بعدها لمرحلة الفرم. مثل ما شايفين طفيتها مشان تسمعوني. هون عنا مرحلة الفرم. اول دور رح افرم على العين الوسط مش خشنة ولا ناعمة، وتاني دور رح افرمه على العين الناعمة، تطلع معكم ممتازة ان شاء الله. لتحضير الحشوة بيلزمني هون 5 معالق من زيت النباتي. كيلو بصل رح شوح البصل بس يدبل، رح نزل فيه عليه كيلو ونص لحمة. الكيلو البصل بدي نزل كيلو ونص لحمة مفرومة. طبعا ما هون دبل عندي البصل. طبعا انا محضرة البصل بمحضرة الطعام حتى يكون كتير ناعم. هون عندي كيلو ونص لحمة مفرومة رح اضيفه. هون بدي اضيف معلقة فلفل، ربع معلقة بهار مشكل، 7 بهارات، معلقة ونص ملح. طبعا المكون الاساسي، البهار الاساسي لحشوة الكبة هون عندي الملح والفلفل. انا حطيت شيء بسيط، يعني البهار المشكل اللي هو ال7 بهارات، بس اللي هو المكون الاساسي اللي بيعطي الكبة نكهة طيبة هو الملح والفلفل بس. هون عندي قبل ما بلش فيها تشكيل رح اضيف حبة من الطحين. هون عندي الطحين، شوفوا كيف رح اضيف منه حبة وبرشه عليها وبعركه فيها كتير منيح بحيث انه ما يضل مبين معي البرغل يبان على الطحين يتشربه كله. عندي هيك جيلاتينة حطيتها بالفنجان اللي انتو اللي بتحبوا تختاروا فيه. رح نبدأ هلا نكورها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبل ايدنا مزبوط بالمي والفنجان. نبلش بنشيل الجيلاتينة بهالطريقة هيك، بهالطريقة. رح بعد لكم شوي حتى تشوفوا. طبعا طلع السياح صغير لان انا الفنجان اللي جربت فيه صغير. اذا بدكم اياه اكبر بتحطوا في فنجان اكبر. وبهالطريقة هيك كمان بنشيل الزوايد من هون. هي الطريقة للمبتدئين. طبعا الطريقة الثانية رح اخذ هيك بهالشكل، بحط عليها هيك بايدي. رح سهل عليكم طريقة تسكير اذا بتفتح معاكم على القلي. رح سهل عليكم طريقة سهلة وانا على طول بعتمدها، بحسها اسرع. بليت ايدي بالمي، مجرد بس هيك انه اضغط عليها بسكر الحواف. شوفوا انتبهوا، بغطي هيك الكيس وبجيب اي فنجان عندي هيك مثلا هالحف هاد، بضغطها هالضغطة
هيك صارت معنا جاهزة وبكل سهولة. هون عندي هلأ خلصت كل الكمية، وعندي هون زيت نباتي أنا محضرته من قبل. ببلش شوي بالزيت النباتي، ببلش نسقها بهالطريقة، بنقلها فورا على المقلاية. هون عندي هلأ هيك كوى الزيت، رح بلش نزله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك عندي صاروا جاهزين، رح انقلهم فورا على ورق مطبخ. هيك هذا كان الشكل النهائي للكبة. قدمتها مع السلطة، شوربة العدس واللبن. شو بنحب نحن بناكل. بسم الله ما شاء الله طالعة بتشهي. اسمعوا صوت القرشة. وصحة وعافية يا رب. ما تنسوني من الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد، وتنوروني.